مرحبا أصدقاء الاختراع المصري. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعرف فيه مع بعض على 3 أفكار بسيطة. أتمنى الفيديو يعجبكم وما تنسوش الاشتراك لمتابعة كل جديد. أول فكرة هنحتاج فيها براية، وهنستخدم فقط سلاح البراية. بعد كده هنجيب مشبك خشب، وهنستخدم سيليكون في المكان ده بالتحديد، وهنضع هنا سلاح البراية. وبكده بقى عندنا سلاح لقطع الأسلاك. الفكرة التانية، لو عندنا قطر أو مشرط زي كده وملهوش بيت ومش قادرين نستخدمه، هنحتاج 2 مشبك خشب، وهنضع أول مشبك تحت بالمنظر ده والتاني فوق، وبعد كده هنستخدم مسدس الشمع ونلف عليه بلاستر كهربا كويس. وبكده بقى عندنا سلاح بسيط للاستخدام المنزلي. ثالث فكرة هنحتاج فيها ازازتين، وهنقطع راس الازازة باستخدام منشار او قطر، وبعد كده هنحتاج صنفرة عشان نساوي مكان القطع. هنضع شمع في المكان ده بالتحديد ونلحم رأسين الازايز في بعض. وبكده بقى عندنا حافظة للأشياء من الماء، نقدر نستخدمها للأدوات البسيطة زي كارت ميموري أو فلاشة، أو نقدر نستخدمها للكبريت. اتمنى الفيديو يكون بسيط ويكون واضح، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك والضغط على زر الجرس لمتابعة كل جديد، وان شاء الله اللي جاي احسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.